وفي الحقيقة هو المجال ديال التشريع مجال أساسي، لأنه كيقول لك إلا بغيتي توريني كيفاش كتحكم وريني كيفاش كتشرع ولمصلحة من. فاليوم أنا كنحيي السادة وسيدات المحامون والنقباء اللي حضروا وتكلموا بواحد اللغة اللي حنا تنبغوها تكون هي اللغة الدائمة والمستمرة والمتواصلة في بلادنا، يعني لغة ديال الحقيقة، لغة ديال الشجاعة. أولا كنشوفوا بأن الانتخابات راه مهمة في البلاد، لأن اللي غادي يصوتوا هما الأغلبية، وهذه الأغلبية علاش جابت هذا القانون؟ علاش جابت واحد العدد ديال القوانين؟ علاش دخلت عليهم هذه التعديلات في الوقت اللي حنا كنحتاجوا إلى إصلاح جذري لمنظومة العدالة باش تكون الإمكانية ديال الولوج للعدالة بشكل متساوي، باش تحقق المحاكمة العادلة، باش المواطنين والمواطنات يكونوا متساوون أمام القضاء. حنا ماشي فقط محتاجين واحد النوع من الملائمة ومن التحديث والتشريع، حنا محتاجين لواحد القضاء اللي يكون العمود الفقري ديال الدولة الديمقراطية، دولة الحق والقانون اللي حنا بغيناها واللي بغينا يتمتعوا بها كل المغربيات وكل المغاربة. اليوم هذا المشروع اللي تقدمت به الحكومة عبر الوزارة ديال العدل تيبين واحد الجانب كبير من يعني التحايل على هذا الشعب وعلى إمكانية التغيير كيف بغينا احنا لبلادنا، وكيف الشهداء قدموا دماءهم الزكية لهذا الوطن باش بلادنا تقدم باتجاه الديمقراطية. والديمقراطية هي أولا يكونوا لنا نفس الحقوق ونفس الحريات. اليوم حنا كنشوفوا هاد الناس غاديين باتجاه تكريس عدالة بسرعات مختلفة. أولا المقاولات الصغرى والمتوسطة والجد صغيرة ما عندهاش الحق ديال باش تستنف، ما عندهاش الحق باش يعني تمشي للنقد. المقاولات الصغرى والمتوسطة راه كتشكل 90% من النسيج الاقتصادي المغربي، ولا هاد الناس فتحوا المغرب على جلب الاستثمارات الخارجيه. عاد البارح كنقرا بانه شركه بريطانيه غادي تجي تاخذ الفضه وغادي تاخذ النحاس وغادي تستثمر شويه وغادي تسلف من ابناك دوليه، وحنا نشوف حنا. عاد كنقرا البارح شركه لاسامير ها هما دابا كيحكموا علينا على مستوى المراكز الاستثمار الدوليه 150 مليار خصنا نحطوها حنايا، وحنا خاسرين وضيعنا الامن الطاقي ديالنا عوض ان نتبعوا هذا الملف واننا نعتقوا 5000 ديال المهندسين وديال الموظفين السامون اللي خدامين تما، المحمديه اللي هزه الدار البيضاء وهزه كل شيء، وحنا غاديين كنبيعوا البلاد بلاش. علاش؟ لان الفساد الدولي متحالف مع الفساد الداخلي. اليوم تنشوفوا بانه الفقراء ما بقاش عندهم الحق باش يوصلوا للعداله. حنا كنتكلموا على امكانيه التقاضي والولوج بالمجان باش يمكن لنا حتى حنا ندافعوا على حقوقنا، ومن نمشيو للقضاء نكونوا مطمئنين على حقوقنا. ولا حنا في الزمان ديال السلب والنهب التام، يعني كيتكلموا عليه باللغه الفرنسيه لا ديبوسيسيون توتال. مشات لك الارض ديالك سير ديم، مشات لك حقك سير بحالك، مشات لك هذا تمشي، والا يتحكم عليك حتى بغرامات. تخيلوا معايا انت كتمشي كتشكي وكتحكم عليك بغرامه يعني باهظه. اذا هاد الناس كيخوفونا حتى من اللجوء للقضاء، يمشي لك حقك وتمشي تكون تمشي لديك الجهه. اليوم كذلك كاين استهداف السيدات والساده المحامون. حنا المحامون هما السند. علاش؟ بغينا استشاره قانونيه كنمشيو عندهم، بغينا ندافعوا على حقوقنا كنمشيو عندهم، وحنا عارفين بانه يعني واخا كاين بعض المحامون اللي يمكن نقولوا عليهم فاسدين، كاينين بعض القضاة حتى هما ماشي نزهاء، ولكن هذا الشيء ما يمكنش نعمموه. حنا كان يعني كنفتخروا بالقضاة ديالنا، كنفتخروا بالمحاميات والمحامون ديالنا. هاد الناس هادو دابا قال لك المغاربه اللي 47% ديال الاميه، سير اخويا بوحدك القضاء، تمشي ويكتبوا لك هما اللي بغاو ويديروا اللي بغاو والمحامين همشوا. اذا انا بالنسبه لي اليوم هذه الحكومه بينات على فشلها وبينات على الوجه البشع ديالها، انها عوض ان تتقدم باتجاه اصلاح منظومه العداله ككل باش يمكن لنا يعني نستندوا لها، باش يمكن لنا نزيدوا نتقدموا في الاصلاحات الاخرى، بغات تضرب العداله بشكل تام وتنهي معها. وهنا فين كنزيد يعني نحيي السيدات والساده القضاة اللي هما تكلموا على ضروره الفصل الحقيقي ديال السلطات في البلاد ديالنا، وان السلطه القضائيه خصها تكون سلطه مستقله وفي خدمه الشعب والوطن، واننا انا الاوان باش ندوزوا للديمقراطيه، لان هاد الناس باعوا البلاد وانهم كيشجعوا الفساد والمفسدين بعد ما زوروا يعني المباراه ديال المحاماه. اش باغيين يديروا بهذه البلاد؟ اش باغيين يديروا؟ غدا حنا غادي نصوتوا غادي نرفضوا هذا المشروع هذا، ولكن راه كاينه اغلبيه مدجنه، اغلبيه جاءت بها يعني انتخابات مزوره، وجاوا بالفلوس الحرام، وجاوا مع تجار المخدرات وتجار البشر
وراهم قبطوا منهم شي وحدين. انا قلت لهم بانه اكثر من 30 برلماني مقبوط وقدهم متابع، راه خاص تحل هذه الحكومه ونشوفوا الا كان شي جهه اخرى يعني اللي مشجعه باش يمكن لها تنقذ ما يمكن انقاذه، لان هذا الزمان زمان ديال المقاومه، وهذا الزمان الدوله اللي بغات تسلك خصها تمنع راسها بالديمقراطيه وتمنع راسها بسلطه قضائيه مستقله ونزيهه في خدمه الوطن والشعب.